صباح الخير وصباح العسل وصباح النور عليكم يا حلوين. ايه البرجر القمر ده يا رغده؟ بجد جميل جدا. تعالوا نشوف احنا هنعمل البرجر بطريقتنا النهارده، وطريقه موفره جدا وهتعجبكم قوي قوي قوي، وهتعجب ولادكم وهتوفر عليكم بجد كتير كتير كتير. طبعا احنا هنا جهزنا بقى حاجتنا وظبطنا حاجتنا وتعالوا بقى نشوف الطريقه هنعملها ازاي. سموا بسم الله وتكلوا على الله، وقبل ده كله تحطوا اللايك والشير والحاجات الحلوه اللي بتفرحنا دي. ونصلي على الرسول، ويلا بسم الله الرحمن الرحيم ونتكل على الله ونعمل اكله. هنا معايا كوبايه من البرغل. انت هنا يا رغده هتحطي برغل، انا هحط برغل. طب يا رغده طعمه بيبقى وحش، طعمه بيبقى باين طعمه؟ لا لا خالص بجد. هاتي، انا هنا معايا كيلو لحمه، حط عليه كوبايه برغل بس، لان الكوبايه طبعا بتنفش معايا. انا لا هقولك هنقعه من بالليل ولا هقولك هنقعه قبلها بساعه، انا هنقعه قبلها ب10 دقايق بس، او يعني بتلت ساعه بالظبط. انقعيه في شويه ميه سخنه، وغطيه وسيبيه يا دوبك 10 دقايق. اول ما تلاقيه استطرى معاكي كده يبقى كده خلاص البرغل معاكي زي الفل. طب انت جايبه هنا العيش دوت ليه؟ هنا بقى هتاخدي رغيف عيش فينو عندك ناشف كده، او انا ما كانش عندي بصراحه، فكان عندي ايه العيش الكايزر دوت فخدت منه، مش هيقول لا يعني، بس شلت الوش اللي فيه سمسم. وبدات اقطعه واحطه في البوله بتاعتي، وهبدا انزل عليه بشويه ميه يستطرى بس شويه. واول ما يستطرى هروح مصفيه الرغيف الفينو بتاعي خالص. هنا بقى استطرى رغيف الفينو خالص، سيبناه على جنب، وبعد كده هروح مصفيه في مصفى خالص. اهم حاجه تصفي السوائل. انا هنا صفيت البرغل خالص، صفيت الفينو خالص، صفيه قوي قوي، مش عايزه اي سوائل معاكي. وهنا بقى معايا كيلو من اللحمه المفرومه مع كوبايه برغل اللي احنا نقعينها، وهننزل بقى بالبرغل زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنزل بالبصل. بصل طبعا انا عامله على الكيلو، عامله بصلتين بشراهم ناعم خالص، ناعم وتصفيه جدا. يعني هنا مصفيه ايه بقى؟ مصفيه البرغل، مصفيه البصل، مصفيه الفينو كويس جدا. انا مش عايزه اي سوائل علشان ما يفكش منك البرجر بتاعي. وابدا بقى انزل بالملح والفلفل الاسود. وابدأي بقى اول حاجة، اول خطوة تعمليها البرغل على البصل بالملح بالفلفل الاسود. ابدأي بقى ادعكي البرغل بالبصل بتاعك اكنك بتعملي مرتة بالظبط. ابدأي قلبي المكونات دي كلها ببعضها لحد ما تحسي ان البصل والبرغل دخلوا في بعض كده خالص. ابدأي ادعكي زي ما انت شايفه كده. عايزه تقولي لي يا رغده طيب البرغل هيبان طعمه؟ صدقيني مش هيبان طعمه. انا ماما كلت منه واختي كلت منه وعجبهم جدا، وطريقه موفره جدا وهتوفر معاكي وهتعمل معاكي كميه كويسه جدا وهتعجبك قوي يعني. هنا نزلت طبعا بكيلو اللحمه المفرومه. طبعا لو انت عايزه تعملي نص كيلو هتعملي نص المقدار بتاعي من كل حاجه. يعني النص كيلو لحمه مفرومه هتحطي بدل بصلتين بصلايه، بدل كوبايه البرغل هتحطي نص كوبايه برغل، هتقسمي الحاجه 2. وهنا معايا فصين توم. انت هنا يا رغده بتحطي على البرجر توم، انا بحط 5 فصوص توم مهروسين ناعم. وهنا حطيت الفينو المتصفي بتاعي، ونزلت بقى بكيس من 7 بهارات. ده طبعا ده هتلاقيه عند اي سوبر ماركت او اي عطار هتلاقيه، ده بيدي برضو طعم حلو قوي. وحطيت طبعا كيس من توابل البرغل، في بقى ويلز، في ماجي، في الحاجات دي كلها متوفرة طبعا عند العطار وعند اي سوبر ماركت موجود توابل البرجر. وهنا بقى طبعا السائل بتاعنا بقى ده اللي هيدي تست حلو قوي للبرجر، الكاتشب. الكاتشب يا جماعه بيدي طعم حلو قوي قوي. ولو عندك مستردة حطي معلقه، ولو عندك صويا صوص حطي معلقه، بس انا للاسف الحاجه دي كانت خلصانه عندي وما كنتش لسه جبتها. وحطي معلقه بقى ايه بيكنج باودر كده، عشان طبعا البرجر ينفش معانا. ركزي بقى يا رغده لو سمحت. وهنا ظبطت بقى الملح بتاعي وظبطت الفلفل الاسود بتاعي. طبعا انت عارفه مقدار حاجتك اللي بتعمليها بالملح بتاعك والفلفل الاسود. في ناس ما بتحبش الفلفل الاسود كتير، انا بقى عن نفسي بعشقه، بحب ازوده في الاكل كتير جدا جدا يعني، فممكن عندي الفلفل الاسود ما بيقعدش. وابدأي بقى ايه قلبي البرجر بتاعك كله ببعضه لحد ما المكونات كلها تدخل في بعضها. النشا معاكي وابدأي انزلي كده ب4 معالق من النشا. طب انتي بتحطي نشا ليه؟ انا بحط النشا عشان يمسك معاكي البرجر. يبقى اول حاجه هتخليني تخلي البرجر فيه تماسك النشا.
ورغيف الفينو ان انا حطيته بيفرق جدا 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 في تماسك البرجر. عايزه اقولك بيبقى حلو قوي حتى في الكفته، لو حطيتي رغيف فينو مبلوع يعني بلتيه وعصرتيه حلو قوي وحطيتيه على الكفته، بجد برضو بيفرق قوي 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 في تماسك الكفته. ابدأي بقى قلبي المكونات كلها ببعضها، مش هكتفي طبعا بتقليب الحاجه كده طبعا. هاتي الكبه بتاعتك، وانا بقى طبعا كنت مفكره ان الكبه بتاعتي كانت بايظه، فالحمد لله طلعت شغاله يعني. فهاتي الكبه بتاعتك كده وابدأي بقى حطي كميه كميه، وابدأي بقى ايه، خديها فرمه كده. انا عايزه اخدها فرمه عشان تبقى ناعمه معايا جدا، وما بتيجي تسوي البرجر بتاعك ما يبقاش مفتفت ويبقى محبب كده، واللحمه تبقى قطعه فيه. انا عايزاه تبقى ناعمه ناعمه لدرجه الخيوط البيضه تبقى باينه زي ما هتشوفيها معايا خالص. مش بنزل بقى بكميه اللحمه كلها طبعا، لان الكبه لو انا حطيت كميه اللحمه كلها هتقف معايا ومش هتشتغل، فبحط كميه كميه عشان كمان تاخد الفرمه بتاعتها مظبوطه. وابدأي بقى خدي الفرمه بتاعتك كده لحد ما تحسي ان هي تجانست كلها ببعضها ونعمت كلها ببعضها خالص. هنا بقى طبعا كنت بقى افتح بس الكبه اشوف عايزه افرمها انعم من كده ولا اسيبها على الوضع بتاعي. طبعا انسي بقى ونظرك وعينيكي وتبقي شايفه اللحمه اللي قدامك ناعمه ولا محتاجه تتفرم كمان. هنا بقى كنت خلاص هبدا اخلص الكميه بتاعتي، وحطيت في نفس الصينيه، قسمت يعني الصينيه، حطيت الجزء اللي لسه هيتفرم والجزء اللي اتفرم. بقيت ايه، بصوا يعني، بصوا انا عايزاها كده، بصوا ناعمه خالص، وبصوا عامله ازاي ان انت تيجي تعملي بقى البرجر. خلاص بقى كفايه يا راغده ضرب بقى، وانت استحيتيها بس يا حبيبتي كفايه بس. ولو لسه بقى اول مره تخشوا عندي يعني القناه، واول مره تشوفوا القناه بتاعتي ومرت عليكم كده وانتوا بتتابعوا الفيديوهات بتاعتكم على اليوتيوب، يعني عادي لو حطيتي اللايك كده هبقى بجد شاكره ليكي جدا لو انت حطيتي اللايك. ولو انت كمان اشتركتي في القناه بتاعتي هتنوريني وتشرفيني وهتزيديني نور وكل حاجه حلوه بجد يعني. هنا بقى اخلص الكميه بتاعتي كلها وهبدا. جبت صينيه بقى نظيفه، لان التانية طبعا كان بقى اتبهدلت، فحطيت الصينيه هنا البرجر بتاعي بدات افرده كده زي ما انتم شايفين. حطي بقى ايه في الفريزر بتاعك زي ساعه كده، او لو انت عملتيه من بالليل وهتحطيه في التلاجة سيبيها ترتاح على قد ما تقدري. صدقيني لو سبتيها ترتاح هتبقى متماسكه معاكي، تخبطيها في الحيطه ترجع لك تاني والله بجد. ان انت تسيبيها تريح في التلاجة من بالليل للصبح، او تسيبيها يعني اكبر وقت ان هي تريح فيه، صدقيني هتفرق معاكي في تماسك البرجر جدا جدا جدا. انا طبعا بقى عشان كنت مستعجله بصراحه وكنت بعملها في ساعتها يعني، فانا حطيتها بالظبط بالظبط نص ساعه في الفريزر، نص ساعه، وكنت طلعتها زي ما انتم شايفين كده. بصوا الله 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 الله، عايزين بقى ندوق يا رغده؟ مش ينفع كده عماله تفرجينا على الاكل كده وما بندوقش حاجه، والله اللي هيجي عندي هينورني. هنا بقى عايزه تشكلي البرجر بتاعك. انا المكبس بتاعي بصراحه دخت عليه، يعني انا عندي مكبس واحد وكان اخويا برضو مديني واحد بس عند ماما، والمكبس اللي عندي مش لاقيه، فخلاص قلت يعني فكري يا رغده يعني لا بصي ما تبصوش بقى على ديت، لان انا نسيت احط الكيس يعني. رحت جايبه بقى غطا البرطمان بتاعي، هو ده اكبر غطا عندي يعني، وحطيت بقى ايه الكيس اللي هي التلاجة دي، قسمتها نصين وبدات بقى ايه افرد في الغطا، واحط زيت في الكيس من تحت، وايه واخد قطعه البرجر واروح فردها زي ما انت شايفه، وبحط الزيت عليها. خلصت الكمية بتاعتي كلها. عايزة اقول لكم ان البرجر ده عمل معايا 19 قطعة برجر، وكمان ايه انا متقلة وعاملة بصي كبيرة جدا يعني متخناه كبير. لو انت عايزة بقى تعملي زي 20 قطعة، تخيلي بقى ان انت بتروحي تجيبي سندوتش البرجر ده بكام؟ ب80 وب90 جنيه. يعني انت لو عملتي ببيتك 10 سندوتشات ليكم هتاكلوا وهتشبعوا، هتبقوا ما شاء الله ما شاء الله بجد. اكله موفره جدا جدا جدا، جربيه صدقيني مش هتندمي خالص خالص خالص. ازيكم حلوين؟ وعملنا البرجر بتاعنا 10/10، شغل مطاعم، شغل فنادق، شغل فاخر من الاخر يا جماعه، شغل بجد لو عملتيه في بيتك حلوه قوي 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 قوي. كيلو لحمه مفرومه حطينا عليه البرغر والبصل والثوم والنشا وكل حاجه، وطلع معانا زي ما انتم شايفين اهو. جبنا العيش بتاعنا
اي عيش انت تحبيه، كايزر. جبت كابوتشا طبعا. حطيت كاتشب على مايونيز للصوص. كان عندي صوص كيري شيدر كده برضو حطيته، احنا بنحبه. والصوص بتاعي اللي هو البرجر برضو حلو قوي. انا بصراحه اول مره تكساس هجربه، انا جربته في بافلو بصراحه كان طعمه خطير يعني. فهنجربه بقى ايه مع يوميات رغده ونشوف الطعم هيبقى عامل ازاي مع البرجر. وطبعا يعني انا مش بشكر في نفسي والله، بس بتاع البرجر هيبقى جميل جدا. بصوا يا جماعه البرجريه عامله ازاي، بصوا بصوا الشكل عامل ازاي بجد. احسن من يعني بلاش اقول بتاع الشركات والمصانع والحاجات اللي بتعمل، ملناش دعوه، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه وبياكل اللي هو عايزه. بس الافضل والاحسن ان انت هتجيبي في بيتك وهتعملي، والبرغل طبعا ولا مضر ولا في اي حاجه ولا في اي مشكله. جربيه ومش هتندمي. الكيلو ده طلع معايا 19 قطعه، وممكن يطلع معايا 20 قطعه، بس انا عشان ايه مزوده القرص بتاعي شويه ومحملاه. وتعالوا بقى نحمر مع بعض كده البرجر ونشوف الطعم في النهايه. هنا بقى قطعت الطماطم طرنشات، وقطعت فلفل، وقطعت خيار. وبقى كنت هطلع اوردر يعني، فلفيت الطبق بستريتش وبدات بقى ايه ارص الطبق كده. وبفضل طبعا ان الطماطم ما تتحطش جوه البرجر عشان ما تعجنش، لان انت عارفه ان البرجر بياخد سخونيه مع الطماطم على ما يوصل يبقى عجينه. لا، خلي الطماطم لوحدها بره طبق. هنا بقى افضل واحسن لو انت رايحه بره، يعني لو هتاخدي البرجر رايحه بره خلي اللي عايز يحط في السندوتش بتاعه عشان طماطمايه مع فلفلايه مفيش اي مشكله. واول ما الزبده تسيح معايا ابداي بقى انزلي بقطعه البرجر بتاعتك. اول سندوتش دوت اوجو كانت جعانه جدا وقالت لي يا ماما اعملي لي سندوتش دلوقتي انا هموت من الجوع، فقلت لها خلاص انا ايه نجرب فيكي بقى يا ارتيز يلا. فهنا بقى طبعا ومادام في برجر يبقى في بطاطس محمره. هنا بقى خدت قطعه البرجر زي ما انتم شايفين، بدات نزلت بيها. بصي على نار عاليه، بعد كده ابداي قلبي تاني على النار العاليه، وبعد كده وطي بقى خالص. بصي وكل شويه بقى ايه رشرشي من الزبده كده عليها. بجد كل ما توطي كل ما هيديكي بجد يعني تسويه حلوه قوي، عشان ولا يطلع ني من جوه ولا اي حاجه. بصوا والله ولا فك مني ولا اي حاجه خالص، ما شاء الله ما شاء الله حلو قوي. طبعا بقى مع البطاطس المحمره وعملنا احلى سندوتش برجر، وانتي قاعده كده ايه اكنك قاعده في محل بتاكلي مع شويه بقى بيبسي كده. إيه زي الفل زي الفل. استني يا ارتجا احط لك العيش في الزبده هو كمان. حطيت العيش برضو ياخد طعم الزبده كده، بجد برضو كان حلو قوي يعني. بس انا ما عملتش بقيه السندوتشات يعني ايه، اكتفيت بقى ايه بالصوصات اللي اتحطت والدنيا كده ايه ظبطت يعني، كانت زي الفل بصراحه يعني. عايزه اقول لكم ان هم كلهم كانوا قاعدين مستنيين، ويلا يا ماما يلا يا ماما يلا يا ولاد استنوا يا ولاد اصبروا يا ولاد يا ولاد، مفيش بصي اكنك ما بتتكلميش اصلا يعني. وقلت لهم كمان البطاطس بتتحمر يعني فاصبروا. هاتي بقى السندوتشات وهاتي العيش بتاعك. وانا مسكت بقى طبقه واحده بس حطيت فيها صوص الجبنه الشيدر ده اللي هو فوق، ولا اللي هو تحت الارضيه. وحط يعني بصي براحتك بقى انت التشكيله ديت، تشكيله السندوتش على مزاجك. عايزه تحطي مايونيز وكاتشب، عايزه تحطي جبنه، عايزه تحطي صوص السموك بس كده، براحتك خالص. عايزه ساده من غير اي حاجه برضو براحتك. والكابوتشا طبعا بس ده عشان كان طالع اوردر بره فكنت بنسقه يعني ايه كده، لكن لينا احنا بقى كل اللي على مزاجه حاجه عايز يحطها براحته جدا. حطينا بقى البطاطس المحمره مع السندوتشات وظبطنا الدنيا، وده الاوردر اللي طالع. وكنت جايبه اكياس كاتشب ومايونيز كده فرداني يعني، عشان بحط ايه لكل طبق اتنين من اتنين يعني من كل حاجه. وهنا بقى بعد ما حطيت الكابوتشا حطيت برضو صوص من الجبنه كده تاني عشان بيديها طعم حلو. ونزلت بقى بالبرجر بتاعي. بصوا السندوتش حلو ازاي، ولو عملتيه في بيتك وبنفس الطباق وبنفس الحاجه واديتي لكل عيل من ولادك يعني طبق، بجد بجد وجبه مشبعه جدا وموفره جدا. عايزه اقول لكم ان كيلو البرجر ده عملت منه على يومين، والله على يومين وبقى تاني. يعني عملت على يومين وبقى تاني، واليوم الاولاني يعني الاوردر طلع منه عملت على يومين واتبقى كمان. فجربيه مش هتندمي خالص خالص خالص. وبقى صوص السموك بتاع البرجر ده عايزه اقولك وهمي بجد حلو قوي قوي قوي، بيدي طعم كده البرجر في حتة تانية خالص، بيخليكي دوت انتي قاعدة بتاكلي البرجر ده انك تحطي في الصوص كده حلو، طعمه جميل جدا بقى مع صوص الجبنة الشيدر بقى مع الكاتشب مع المايونيز.
شغل فاخر وشغل مطاعم يا جماعة، لازم احنا نعمله في البيت ونجرب بايدينا كل الحاجات الحلوة ديت. لازم يطلع من ايديكي كل حاجة حلوة. ولو لسه بقى ما دخلتيش عندي في القناه وانتي بتتفرجي كده على الفيديو وعدى عليكي، هتعملي ايه بقى؟ هتحطي اللايك الحلو بتاع ايدك الجميله ديت عشان تفرحيني، والفيديوهات والحاجات دي تعلى كده والدنيا تظبط معايا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واكون خفيفه ان شاء الله على قلبكم. ودي بقى السندوتشات بتاعتنا. قلت الله، طب اشمعنى احنا كمان لا احط في اطباق فل بقى، يلا ايه اروق عليهم بقى، يبقى من كله زي ايه المطاعم بقى يعني ايه. وكمان عشان ما اوسخش اطباق من الاخر يعني من الاخر عشان ما اوسخش اطباق بقى واقعد اغسل مواعين. انا طول ما انا اصلا بعمل الاكل بغسل المواعين. فانا عايزه اقول لكم ما كانش فيه حاجه غير طاسه البرجر اللي انا بحمر فيها والزيت بتاع البطاطس، وطبعا انا بدخلها الفرن. وهنا بقى ايه، ظبطي سندوتشات وظبطي حاجتك بقى مع شوب البيبسي المتلج الساقع، هتاكلي احسن سندوتش. طبعا بقى هنا باسل كان واقف جنبي، يلا يلا يلا، قلت له طب خلاص تتصور معايا وتحط اللايك. قال لي انا مكسوف، قلت له لا هتتصور معايا وتحط اللايك. هنا بقى بص هو بيداري وشه من الناحيه التانية كده وهو مكسوف، بس بيعمل لايك كده من ايه وهو متداري يعني. قلت له هتاكل السندوتش يبقى تطلع معايا، مش هتطلع معايا يبقى ما تاكلش السندوتش. قال لي طب خلاص ماشي هعمل لايك اهو. بص هو مكسوف خالص يعني. يلا بقى كل اللي مش دخل عندي يخش عندي ويعمل لايك، واشوفكم بقى على خير في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله ان شاء الله. مع اكلات تانية كتير ومع روتينات تانية كتير. مع الف سلامة. باي باي.